هو ازاي حبال المقاومه تعمل لك عضلات وفي نفس الوقت تساعدك انك تعمل عضلات؟ في الحقيقه هي هتعمل لك عضلات لان جسمك ما بيفهمش انت بتلعب ببار او بدمبل او حتى بحبل مقاومه. ده مثلا هتلاقي المقاومه بتاعته متوسطه، فتيجي تبص على السمك كده هتلاقيه صغير شويه، فاكنك شايل دمبل 5 كيلو. لكن هنا السمك بتاعه اكتر بكتير، فهنا المقاومه عاليه شويه، فاكنك ماسك دمبل 10 كيلو. خلاص طبقت المقاومه على العضله، يبقى ده ما فرقش عن ده في حاجه، الاثنين بيعملوا اجهاد على العضله. اما لو عايز الحبال تساعدك في التمرين بتاعك هنا على عقله، فهنا العكس صحيح. ده هيساعدك اكتر فهيخلي التمرين سهل، لكن ده هيساعدك اقل فهيخلي التمرين اصعب. ده كده هيساعدني ان اطلع لفوق، لكن المقاومه زي ما انتم شايفين بتساعد حاجه بسيطه. لكن المقاومه العاليه هنا هتخلي التمرين اسهل بكتير. بصوا كده التمرين بقى اسهل لان المقاومه هنا بتشدني بقوه اعلى. فلو مش بتستخدم حبال المقاومه سواء في البيت او في الجيم، فحقيقي فايتك كتير قوي، لانها ممكن تساعدك انك تعمل العقله اللي انت مش عارف تلعبها، او تعمل تمرينه متكامله في البيت بحبال المقاومه دي. وكمان تقدر تختار الشده المناسبه ليك عشان تعرف تلعب بانهي مقاومه، سواء دي اصعب قوي ودي سهله قوي في البايسبس، او ان دي اكتر واحده هتساعدك وانت طالع في العقله لكن دي مش هتساعدك قوي. فهمنا كده؟